السلبيات. معاناة أهالي الباجور أو هما بيشتكوا من إيه؟ بيشتكوا من مواقف السيارات الجديدة على موعد مع مشهد متكرر، عشرات الركاب على جنبات الطريق، الكل فيه ترقب وحيرة وانتظار، وبينظر فيه ساعته فات موعد العمل، وأجراس كمان المدارس، وبدأت المحاضرات في الجامعة، وأهالي الباجور لسه بيدوروا على سيارة أجرة سيرفيس علشان يروحوا بيها شغلهم أو مدارسهم أو جامعاتهم. السوق اللي موجود داخل الكتلة السكنية بيعاني أيضا منه كل أهالي الباجور وكل السكان. مجمع مواقف جديد انصرف عليه ملايين الجنيهات، وفشل المسؤولين في ان هم يفعلوا الموقف والدور اللي يجب ان هو يقوم بيه. انتقل الموقف الى داخل الكتلة السكنية ايضا، واصبحت هناك شكاوى من الاهالي لوجود الموقف داخل كتلة سكنية. كل هذه السلبيات رصدناها بالصوت والصورة في أولى زيارتنا الإعلامية لمدينة الباجور، يعني دي أول زيارة وليست الأخيرة لمدينة الباجور ومحافظة المنوفية. إن شاء الله هنتابع معاهم باستمرار لحل مثل هذه المشاكل. المواطن في الحقيقة في مدينة باجور بيستغيث من مثل هذه المشاكل، وبيستغيث بمحافظ المنوفية الجديد لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل. احنا بنضع هذا التقرير أمام سيادة المحافظ، محافظ المنوفية، لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل في مدينة الباجور وغيرها من المدن ومن القرى التابعة لمحافظة المنوفية، أيضا بتعاني من الكثير من المشاكل. وإن شاء الله احنا تباعا مع حضراتكم هنتابع وهنرصد بالصوت وبالصورة وبعدستنا بكاميراتنا كافة المشاكل اللي بتعاني منها محافظة المنوفية وكافة المحافظات الأخرى اللي بنقوم بتغطيتها. خلينا نخرج مع حضراتكم ونشوف هذا التقرير ونشوف مدينة الباجور وماذا تعاني منه مدينة الباجور والسلبيات التي تعاني منها، وأيضا هناك زي ما ذكرنا الكثير من الإيجابيات في مدينة الباجور. مدينة الباجور هي إحدى مدن محافظة المنوفية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى التسمية التاريخية بيجور. تبلغ مساحتها 194 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 380 ألف نسمة. تعد من أجمل مدن مصر لما بها من مشاريع تنموية يستفيد منها مواطنيها. كان لنا رحلة داخل هذه المدينة للتعرف على أهم السلبيات التي تواجه أبنائها وأهم الإنجازات التي تحققت على أيديهم، ومشاريع التنمية والحملات الشبابية للحفاظ على هذه الإنجازات بمشاركة الأجهزة التنفيذية. إيه الهدف من حملة بلدي وجميلة في مركز مدينة الباجور؟ الحملة كلها مجموعة شباب اجتمعنا كلنا على أننا نحاول نساعد مع مجلس المدينة، ونحاول نطور من منظومة النظافة ومنظومة الخبز أو تجمع الاسطوانات البوتاجاز. نحاول نساهم مع مجلس المدينة بالتعاون معاه. المنظومة عندنا شغالة بقالها حوالي 6 شهور، ويعني شبه منتظم أو مستفاد من العيش. يعني بنحاول نحسن أكتر من كده، وسمح لنا رئيس مجلس المدينة إن أي واحد معاه الكيبون بتاعه ممكن ياخد العيش بتاعه مهوى من غير تعبئة عن طريق المنفذ. الكهرباء كل يوم بتقطع ماشي، واحنا اصحاب محلات ندفع لكم ايجار محلات منين؟ ماشي، والميه كل يوم بتقطع ما بتطلعش الدور الثاني والدور. طب الميه احنا بنقول ما بتطلعش الادوار العليا، ولكن في الادوار السفليه في كوب ميه نظيفه. ضعيف. ميه نظيفه؟ لا مش نظيفه طبعا. انا امي عندها حمى بسبب الميه. ايه اموتها عشان بسبب الميه؟ الحكومه مش لوحدها اللي هتبني، اللي عايز يبني الشعب لازم يساعد. فاحنا عملنا لجنه، واللي عنده اي تعليق او اي ملحوظه احنا حضرتك بنعمل اجتماعات كل اسبوع مرتين، ودعينا الشباب كله. اللي بيتكلم لا ما بعرفش الكلام يجي يساعد. احنا كلنا من شباب الباجور، والهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نجمل بلدنا ونخليها من احسن البلاد. احنا ولا ننتمي لاي حزب سياسي ولا ننتمي لاي جماعات ولا ننتمي لاي حاجه خالص. كل الهم اللي كان شاغلنا نظافه البلد ديت وتجميلها، ولو في فساد نحاول نغيره مع المديرين التنفيذيين. احنا ابتدينا اول حاجه بالسيد رئيس مجلس المدينه
ان احنا نتكلم معاه. الراجل بصراحه اول ما كلمناه قال يا جماعه انا معاكم برجالتي بمعداتي بناسي بكل حاجه، انتوا تسووا على المكان اللي شايفين فيه مشكله وانا معاكم فيه. احنا طول عمرنا في 30 بقالنا 30 سنه في فساد، مش هنيجي في اليوم وليله نغيره. اهم حاجه بس انك تحس ان المسؤول بيتعاون معاك وعايز يغير، دي في حد ذاتها مكسب. بعد كده بقى خطوه بخطوه، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. طبعا ده الشباب كله انه يتعاون في اي مجال ده شيء كويس، ومفروض الشعب كله يتعاون مع الحكومه والنظام في الوقت الحالي للارتقاء بالبلد دي، لا مجامله الرئيس ولا مسؤول ولا اي حد خالص. تمام. السيد رئيس المدينه ده عرضنا عليه انا وبعض الشخصيات ان هو يتعاون ويعمل لقاءات دوريه بالناس اللي موجوده، اصحاب المحلات ان هم طالعين في الشوارع، والشباب ان هو يتعاون معاه، وكلنا كنا مستعدين للتعاون معاه. هو ما عندوش، ما بيطلعش من المكتب. اشمعنى لما المحافظ جاي النهارده لبس البدله وخرج الشارع؟ احنا قعدنا اتفقنا مع بعض كشباب من الباجور بيحب الباجور، ما لناش اي مصالح ولا اي ميول سواء لا حزبيه ولا دينيه ولا سياسيه. دعينا مجموعه كبيره من شباب الباجور اللي انضم لينا، حسينا ان اللي بينضم لينا الشباب اللي هو عايز يساعدنا فعلا. وعملنا لقاء مع رئيس مجلس المدينه، الراجل مشكورا اول ما كلمناه ما تاخرش. مشكله السوق في الباعه الجايلين اللي هي بتقعد دايما في الشارع وما بيلتزموش بالاماكن المخصصه ليهم اللي هي الاكشاك المخصصه ليها اللي موفراهم المجلس، ما بيلتزموش بيها. ودي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ان شاء الله بتعاون مع رئيس مجلس المدينه ان احنا نحل المشكله ديت، ان هم يوفر لهم اماكن بديله بالنسبه يعني مفيش سوق منظم كده وباكيات للباعه الجايلين؟ السوق موجود وله باكيات، بس الباعه هم اللي ما بيلتزموش. هو تعاون ما بين الشباب اللي هم موجودين داخل البلد اللي هو الشباب المخلص مع الجهاز التنفيذي بتاعنا ورجالتنا كلها في تحسين البيئه. ماشي، كلنا كنا موجودين على يعني يمكن على قلب رجل واحد بقالنا فتره كبيره. تمام. والحمد لله كمان عملنا لقاءات مع الشباب واتفقنا ان احنا مش هنسيب البلد غير لما نعمل كل حاجه كويسه لاهل البلد الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا شايف إن المدينة من موقع استراتيجي لابد إنها تكون ذات مواصفات معينة. في شكوى بعض الأهالي من مجمع المواقف اللي هو بيحتك بسوق الخضار، ليه ما بنقضيش على هذه المشكلة؟ هو الحمد لله يعني إحنا من خلال سنة ولا سنة و8 شهور تم افتتاح اللي هو مجمع المواقف اللي هو موجود عندنا، أو من سنة بس يعني تم افتتاح مجمع المواقف. ونظرا للظروف الراهنه كده المواقف تاني اتسربت ورجعت تاني للاماكن بتاعتها. ان شاء الله احنا هنقعد مع الناس اللي هم اصحاب العربيات والامن والكلام ده، وهنرجع كل المواقف تاني لمجمع المواقف عشان تبقى حاجه حضاريه للبلد. وهنشيل كل ان شاء الله العربيات اللي هي موجوده داخل البلد بواسطه اللجان برضه اللي معانا، وهنرجعها كلها لمجمع المواقف، ودي هتخفف الضغط عن جوه البلد. وبالنسبه للاسواق احنا الحمد لله عندنا سوق مجمع، بس برضه نتيجه للظروف اللي هي شغاله فيها البلاد دلوقتي، وكانت من قبل كده برضه مش من الظروف دي، الناس كانت خرجت بره السوق نتيجه لانه كانوا عاملينه ربط بسعر اعلى. فالحمد لله يعني احنا قدرنا نقول اللي احنا حتى ممكن ندخلهم يقعدوا فيه ببلاش حتى كمان. ساكنين فوق دولت متضررين ضرر بالغ، احنا اللي نستفيد من السوق متضررين، وانا اول واحد بستفيد من الناس اللي رايحه جايه، بس عمليه النظافه وعمليه الهوسه والدوسه والكلام ده ما مش مريح. الزباله بعد هو ما بيمشي اخر النهار يبدا بتوع السوق اللي هم بيلموا الزباله بتاعتهم يحطوها لغايه 24 ساعه لاخر النهار ثاني يوم. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتخلياني بكره السوق، وده مش مكانه اصلا. انت شايف اهو السكان ده ايه؟ منطقه سكنيه، لا مش مكان، رغم ان انا مستفيد الرجل رايحه جايه. عدم وجود السوق بتخلي الرجل ضعيف، بس الاضرار اكتر. انا مع نقله، رغم ان انا اول واحد مستفيد ان في رجل، بس اضراره اكتر من نفعه، لا ضرر ولا ضرار.
والله حاولنا كتير وقدمنا شكاوى كتير جدا كمان، وهم بتوع مجلس المدينه بيجوا يلموا اصلا من الناس هنا اللي بياخدوا نظام كارتات مثلا او حاجه زي كده في السوق كله عامه يعني، بقى كل يوم بقت حاجه شرعيه وبقت حاجه عاديه، واحنا نفسنا خلاص زهقنا من الكلام وزهقنا من الناس. كنت مأجر محل جوه ب 250 جنيه، فجأة لقيت الغرب كلها جم قعدوا بره في الشوارع، فانا اضطريت ان انا اخرج زي الغرب عشان اقدر ابيع السلعه بتاعتي. ومحل مأجره ب 250، المحلات كلها فاضيه جوه، ما فيش لا مؤاخذه الا الناس الغرب تجيب البهايم تقعدهم جوه المحلات جوه، وما فيش اي حد قاعد بره. احنا مستويين محادث، الناس الغرب اللي من البلاد اللي من منهم من كرسوا مننا هنا بيفرشوا بره واحنا بنقعد جوه. النهارده بنطلع قوي الناس بتاخد محاضر احنا، والمحاضر ما شويه، احنا قاعدين عشان نجيب 10 جنيه مش عشان نطلع كل يوم 105. اقل محضر ب 105 وعلينا وانسجنا، والله انسجنا بيجوا ياخدونا من على الفروشات. الناس كلها يعني معظم الناس ديت ما فيهمش 3 4 بياعين من البلد، كل الناس دي غرب ما بيختاروش الا اللي معروف اساميهم، اللي معروف اساميهم بس هنا، واللي متواجدين على طول اللي بيتاخدوا محاد. كنا مأجرين، انا قعدت 3 ايام في المركز بسبب المحاد، 3 ايام خدوني من بيت. حرام حرام، احنا طالعين ناكل عيش مش طالعين نسرق. زي ما تابعنا معاكم التقرير عن السلبيات في مدينة الباجور، وبنضع هذا التقرير وبنوصل وبنرفع شكوى أهالي مدينة الباجور لسيادة المحافظ محافظ المنوفية لإيجاد مثل هذه الحلول. الدكتور احمد شيرين فوزي يا رب يكون سمعنا، يا رب يكون شايفنا، يا رب يكون شايف الباجور واللي بيحصل في الباجور ومعاناة اهالي الباجور. مشكلة السوق المزمنة، مشكلة ان الباعة ما بيلتزموش باماكنهم وبيخرجوا بره المحلات المخصصة ليهم وبيفرشوا بضاعتهم في الشارع. ده بيؤدي الى الكثير من المشاكل وبيقلق اهالي المنطقة اللي قانتين وساكنين في هذه المنطقة، وبرضو بينجم عن السوق في آخر النهار مخلفات وقمامة كتيرة نتيجة حركة البيع والشراء. برضو الأشياء ديت بتؤدي إلى الكثير من المشاكل والكثير أيضا من الأمراض. المية كمان اتكلموا عنها في التقارير أن المية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأحد المواطنين قال أنا أمي بتعاني من حمى بسبب المية وعدم صلاحيتها للشرب او للاستخدام. مش عارفة هنرجع لقرية صنصفت تاني اللي حصلت المشكلة